هذه الحلقة ماشي على الحب، ولكن على القناع اللي لبستو باش نحب، وعلى كيفاش الحب في بلاصة ما يداوي زادني جرح جديد. كنت في الجامعة، نهار شفتها أول مرة حسيت بشي حاجة تحركات في الداخل ديالي، ماشي إعجاب ماشي انجذاب، ولكن بحال إلا شي باب تفتح في قلبي، باب ما عمري دخلته. سميتها سارة، كانت بسيطة كتضحك من القلب، كتسولني على حاجات ماشي ديال المدرسة ماشي ديال القراية، ولكن شي حاجة عندها علاقة مع الروح. صوت فراسي كيقول كتعجبني، ولكن واش نقدر نكون معاها؟ واش نقدر نكون أنا بلا قناع؟ في البداية كنت كنلبس القناع ديال آدم اللي كيعجب الناس، كنهضر بثقة وكنضحك بزاف، كنخبي الخوف ديالي. وسارة كانت كتشوف هاد الصورة وكتقول انت مختلف على كاع الدراري، كنحس براسي مرتاحة معاك. ولكن في الحقيقة أنا ما كنتش مرتاح مع راسي، كنت كنخاف تقول لي انت ماشي هو اللي كنت كنظن، كنت كنخاف انها تشوفني بلا قناع وتبعد. واحد النهار قررت نكون صريح، جبت لها رسالة فيها كلشي، الخوف القلق الصوت الداخلي حتى الندبة ديال الطفولة، وبعثتها ليها وقلبي كيدق بحال الطبل. جاوبتني بعد يومين، قالت لي انا كنقدرك بزاف، ولكن ما نقدرش نكون مع واحد ما متصالحش مع راسو. من ذاك النهار بدا جرح جديد، ماشي لانها بعدات، ولكن لانني فهمت ان القناع ما كيحميش، كيبعد الناس اللي يستاهلوا يعرفوا حقيقتك. اليوم كنكتب ماشي باش نرجع ليها، ولكن باش نرجع لراسي، باش نحبني، باش نكون آدم بلا قناع.